ايجابي. مفيش حاجة اسمها حياد في حب الوطن، لازم تكون متعصب وبشدة كمان في الدفاع عن بلدك. زمان علمونا مثل شعبي بيقول انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. النهارده بقول لكم انا وانت وجدي وابويا واخويا وابني وحفيدي وابن عمي وابن خالتي كلنا احنا المصريين، كلنا بينا نسب، كلنا على الغريب. الغريب ده مش اللي بره البلد، لا ده كمان كل خاين لمصر وبيتأجر بمشاكلها وبقوت ولادها واستقرارها وامنها، وبيستقوى بالغريب على ولاد بلده، هو كمان غريب. والغريب اذا كان شايف نفسه عايش بحرية يبقى غلطان، ده بقى عبد خسيس لكل اللي بيدفع له علشان يدمر بلده وينشر الفتنة بين ولادها. هتقولي العيشة صعبة والامور بتتعقد، فعلا الكل حاسس وكل واحد في البلد دي عنده مشاكل كتير على قدر احتياجاته والتزاماته، لكن ده مش معناه ابيع بلدي. الخاين بعد لما يخلص مهمته لا هيبقى ليه قيمة في بلده ولا ليه قيمة عند اللي شغال على بلده، ومصيره في مزبلة التاريخ. ايدك في ايدي محدش هيقدر يفرقنا، احنا المصريين ساعة الشدة ايد واحدة، دافع عن بلدك ضد الخراب حتى لو بالكلمة، خليك ايجابي.